السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة مطبخ سيداتي. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الخبز محشي او فطائر رائعين. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. بقاو معايا باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات نحضروا العجين. هي الاولى درت واحد الاناء اللي غنخلط فيه العجين، ضفت فيه واحد 2 كيسان ديال الماء اللي يكون دافي ونصف ملعقه ديال الخميره ديال الخبز. يعني اللي كيبغي ان هاد الخبز يجي يعني من فوق وطالع يدير ملعقه يعني ممتلئه. درت واحد الملعقه ديال السكر حبيبات وملعقه ديال الحليب بودره اللي تكون ممتلئه جيدا. بالنسبه للحليب بودره اللي بغى يستغنى عليها ممكن يدير كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب ويستغنى على الحليب بودره. يعني هاد الملعقه ديال الحليب بودره يعوضها بكاس ديال الحليب، غير هو يدير غير كاس واحد ديال الماء وكاس ديال الحليب. كذلك كنضيف واحد نصف كاس ديال الزيت النباتيه وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وضروري ان الماء ديالنا يكون دافي، كتعرفوا دابا الجو بارد، ضروري يكون الماء دافي. كنضيف الكاس الاول ديال الدقيق وكنخلطه بالفي مزيان. يعني كتساعدنا هاد المرحله هذه باش ما كندلكوش العجين. كنضيف الكاس الثاني والثالث، يعني غنضيف 3 ديال الكيسان في الدفعه وغادي نخلط كذلك مزيان حتى ما يبقاش يعني الدقيق عندي في باين بوحديته. من بعد غادي نحيد هاد الفويت وغادي نستعمل يديا وغادي نبدا نضيف الدقيق وانا كنعجن، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم العجين تكون عندنا رطبه وما كتلتصقش. انا ضفت الكاس كي كتشوفوا الرابع وغادي نجمع العجين بيديا وغنجيب الكاس الخامس وبدا نضيفه كذلك. يعني المهم غنبدا نضيف الدقيق حتى تجمع ليا العجين. هذا الكاس الخامس انا كنضيفه دابا، يعني غنضيفه كذلك كامل وغادي نجمع العجين. غادي تكون مازال ناقص لي، يعني مازال خاصني الدقيق. جبت الكاس السادس غادي نضيف فيه النصف وغادي نجمع العجين. كي كتشوفوا بقات رطبه وما كتلتصقش. درت لها واحد القليل من الزيت دهنتها مزيان ودهنت الاناء وغادي نغطيها بالسلوفان ولا كيس بلاستيكي وغادي نغطيها، ندير واحد الزويف فوق منها ونخليها يحني حتى ترتاح مزيان. يعني كل ما خليتوها كل ما كتكون النتيجه افضل. يعني من الافضل خليوها، يعني انا خليتها على الاقل واحد 2 ساعتين المكانه. يعني كل ما كان عندكم الوقت حضروا العجين وخليوها ترتاح. دابا غادي ندوز باش نوجد الحشو ديالي. بالنسبه للحشو اول حاجه عندي هنا الفلفله، البصله كبيره مشلضه وحبه الفلفل الاخضر وحبه الفلفل الاحمر اللي قطعتهم مربعات صغارين. غنوضعهم في واحد المقلاة وغنضيف لهم واحد القليل من قليل من الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون وغادي نخليهم نشعل عليهم النار ونخليهم يتشحروا ليا مزيان. وكذلك الملح غنوضعهم فوق النار وغنخليها تتشحر ليا وتنزل ليا ديك الفلفله. هنا عندي داك القمرون بعد ما نقيته داك القشور ديالو، يعني سلقتهم وصفيتهم ودرت داك الماء ديالو وضعت فيه الشعريه الصينيه. كتشوفوا البصله ديالي والفلافل راه بدات كتنزل، يعني راه بدات كتشحر ليا. غنزيد نخليها واحد شي شويه ومن بعد غنضيف لها القمرون اللي غسلته نقيته وغسلته. كتشوفوا يعني داك القشور ديالو هما اللي غليت وصفيتهم ووضعت فيهم داك الشعريه الصينيه. اللي كيبغي النسمه ديالها تكون مجهده، اما اللي ما كيبغيش النسمه القمر مجهده يعني يستغنى على ديك المرحله. ضفت واحد القليل من الكمون والقليل من الفلفل الاسود، التحميره يعني بابريكا والكركم والسودانيه يعني الفلفل الحار اللي ممكن نعوضوها بالهريسه. وكذلك ضفت ديك الشعريه الصينيه بعد ما صفيتها وقررتها قطع صغار، قطعتها قطع صغار بالمقص. وضفت واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس والقزبور، يعني القزبور يكون زايد شويه. وكذلك واحد الكميه ديال الزيتون الاخضر اللي كذلك زدت قطعته يعني قطع صغارين باش ما يقطعش لينا العجين. وكنشحروا ماء واحد شي شويه بعد ما ضفت هاد الاضافات وكنطفي عليها ونخليها الحشوه ديالي حتى تبرد. والحشوه كتبقى اختياريه، يعني اللي متوفر عندكم في المنزل. ممكن داك الكروفيت تستغناو عليه ديروا صدر الدجاج حتى هو كيجي رائع، اولا الطون اولا اللي كتوفروا عليه اولا غير الخضر. يعني الحشوه كتبقى اختياريه وعلى حسب المتواجد. هنا كتشوفوا من بعد ما العجينه ارتاحت ليا مزيان شديتها وخرجت من داك الهواء وقسمتها على جوج. غنخليها واحد شي شويه ترتاح باش نبغي نبسطها، يعني تساعدني تبسط معايا بسرعه. انا بعد ما خليتها واحد 5 دقائق جبت اللاطه اللي غندخل الفرن
وبسطت فيها هذيك الكره الاولى مزيان، وغادي نوضع فوق منها الحاشو اللي درت من بعد ما كيكون برد تماما. كتشوفوا ندير داك الحاشو ديالي، وغنحاول نسرحها على هاد العجين كلها يعني، وغادي نخلي الجوانب باش منين نحط العجين الاخرى يعني نلقى فين نلصق العجين، فين تلتصق ليا العجين. كتشوفوا يعني كنبسطها وكنخلي واحد شي شويه باش نلقى فين نلصق العجين. يعني درت ديك الكميه ديال الحشو كامله وضعتها. غنحاول نقادها بالسباتيلا او الملعقه ولا بيديكم عادي. دابا غادي ندوز باش نبسط العجين الكره الاخرى، يعني غنحاول نبسطها فوق سطح العمل. كتشوفوا هنا كندهن بعد سطح العمل باش ما تلتصقليش العجين. كنستعمل قليل من الزيت يعني غير قليل، وغادي نهزها بسيطه شويه، وغنهزها ونحطها فوق الحشو ونحاول نلصق الجوانب. يعني العمليه سهله وبسيطه. كتشوفوا كنلصقوا دوك الجوانب مزيان، وكنضغطوا عليهم باش ما تحلناش العجين في الفران. وكذا كنحاول نقسم العجين غير بالايد ديالي هكا بالصبع. كندير شويه ديال الزيت في يدي في الصبعان ديالي، وكنحاول نضغط على العجين بهذه الطريقه هذه، يعني باش ملي كيطيبوا كيجيونا مفروقين وكيجي الشكل ديالهم زوين. كتشوفوا على الشكل هذا. من بعد غادي ندهنها قليل من الصفار البيض اللي درت له قليل من ديال قطره من الخل، وغنحاول ندهن الوجه ديالها كامل مزيان. من بعد كنجيب الحبات ديال الزيتون الاسود، يعني التزيين كيبقى اختياري. كنوضع كل حبه في واحد في واحد المربع على هذا الشكل، وكندير كنضغط عليهم يعني باش ما يخرجوش من بلاصتهم. ملي تدخل لها الفران ما تنتفقش ويتحيدوا. من بعد كنجيب واحد شويه ديال الحبه السوداء او السانوج، كنرش غير قليل على الوجه ديالها. وكي قلت لكم ممكن تستغناو عليه يعني ماشي ضروري. بعد كندخلوا الفران اللي كيكون عندي يعني سخون، كنشعل عليهم من التحت، كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطر النار تكون متوسطه، وكنديرهم في نشعل عليهم من الوجه من الفوق باش يتحمر لي الوجه ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن. كتشوفوا كيجيو صراحه شكلهم زوين ومذاقهم هائل، وحتى الرائحه يعني طالعه رائعه. كنقسم هاد الخبز ديالي كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا دوك بالسكين، وكنقدموه مع الشاي. ممكن تحضروا هذه الوصفه هذه في رمضان. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.